السلام عليكم حبايب ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم كيك بالتفاح، واحد الكيك تيجي رائع وبطريقه جديده وطريقه سهله جدا، وحتى يوجد معك هذا الكيك في وقت وجيز. وهنا غادي نحتاج واحد 4 تفاحات يكونوا متوسطين في الحجم، يعني التفاح لك الاختيار. هنايا انا درت 4 تفاحات يكونوا متوسطين. لكن القياس ديالك ديري اللي حبيتي في القياس ديال التفاح. المهم قد ما كثرتي التفاح تيجي هاد الكيك رائع. صافي هنايا من بعد ما قشرتها تنقشرها بهذا الموس ديال الخضره او بالموس العادي. صافي هنا تنقشرها على هذا الشكل هذا رقيق، على شكل شيبس تكون رقيقه. التفاح يكون رقيق ما يكونش غليظ، وغادي نقيه كامل على هذا الشكل هذا، غادي نقطعوه كامل على هذا الشكل هذا. صافي حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي. هنايا غادي ندوز نخلط الكيك. هنا عندي واحد رشه ملح، وغادي نحتاج واحد 2 بيضات كما تتشوفوا معايا. بدو تخلطوا الكيك هو الاول، عاد ديروا خلطوا الكيك هو الاول، عاد قطعوا التفاح باش ما يكحلش لكم بحالي انا. واخا درت ليه شويه واحد القطيرات ديال الحامض راه كحل ليا واحد شويه، ولكن من الاحسن. هنايا غادي ندير ساشي فاني. درت ساشي فاني هنايا على التفاح، ودرت واحد تقريبا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وهزيتها من الكاس اللي غادي نعبر به السكر في الكيكه. صافي هنايا غادي نشد واحد تقريبا كاس مع مرش ديال الحليب، وغادي نخلط مزيان الكيكه عاديه. وغادي نشد واحد تقريبا نص كاس ديال الزيت، وغادي نزيدو على الخليط ديالي. يعني راه كيكه عاديه وبسيطه جدا. غادي نبقى نخلط مزيان حتى نحصل على الخليط اللي بغيت. هنايا راه زيت الدقيق اللي غادي نحتاج، وجوج خمارات ديال الحلوى من فئه 8 غرام. صافي وغادي نبقى نخلط مزيان هذا الخليط ديالي. عاد غادي نزيد عليه التفاح اللي قشرت. كما قلت لكم من الاحسن التفاح خلوه حتى لهاد المرحله هذه، عاد نقشروه وعاد نديروه باش ما يكحلش من الاحسن. صافي هنايا من بعد ما خلط الخليط ديال الكيكه ديالي، هنايا راه نخلط هذاك الفاني مع السكر، وتنرمي الكل في هذا الخليط ديال الكيكه. كما تتشوفوا راه سهله وبسيطه جدا، والخليط تيجينا على هذا الشكل هذا. راه ما نقول لكمش على المذاق اللي تيجي فيها، واحد المذاق رائع ومغاير على المعتاد. احنا الكيك ديال التفاح تنديروه من الفوق او من التحت، هذا تيجي خطير جدا وتيذوب هذاك التفاح لانه رقيق تيذوب. نحتاج واحد المول، غادي ندهنو بالزبده ولا الزيت ونرشوه شويه ديال الدقيق، وغادي نكب هذاك الخليط ديالي كما تتشوفوا. طريقه سهله وبسيطه جدا، وتندخلها الفران. يعني كل سهوله وكل بساطه تيجي واحد الكيك رائع على هذا الشكل هذا. ما نقول لكمش على القوام ديالو كي داير، وعلى واحد البنه واللذه اللي فيه رائعه. انا دهنته هنايا بشويه ديال الكوفيتير، رشيت عليه واحد شويه ديال الكاوكاو كان عندي محمر. صافي وتنقدموها على هذا الشكل هذا بسيطه جدا، او خلوها غير هكا بلا ما تدهنوها بلا ما تزيدوا عليها حتى اضافه. راه تيجي رائع واحد المذاق يا سلام. حبيت نشارك معكم هذه الفكره ونشارك معكم هذا الكيك هذا، وطبيعه الحال راه تيجي طالع وتيجي ناجح 100%. شوفوا هنا راه ما دهناها ما والو كما تتشوفوا. وهذا هو الفيديو ديالنا، الى اللقاء، مع السلامه. الفيديو اخر ان شاء الله.